ياسين لما سألوه ايه اللي حصل قال لهم انا قلت له يا حيوان لما دخلت الحمام وشفته وبدأ ان هو يقلعني البنطلون وضربته على عينه وهو شدني من شعري وحط الصابونة في المكان ده، وكنت مستغرب هو بيعمل ايه، وفضلت ابكي وعيط، حط ايده على بقي وبدأ ان هو يعمل ده وعمله في الحمام ومرة في الجراج. وطبعا اعترافات توجع القلب، حسبي الله ونعم الوكيل. وايضا كمان قال ان هو قال للناني خدي سندوتشاتي وخدي الشوكولاته الكبيره اللي في الشنطه، بس بلاش توديني المكان ده او توديني الحمام لان انا تعبان وبيعمل لي تعويره في المكان ده. ولكن كانت بتقول له معلش يا ياسين خليك جدع وروح واسمع الكلام، وكانت معدومه الضمير بتقف قدام الباب لما تستنى الحيوان يخلص اللي بيعمله. طبعا دي اعترافات ياسين لما اتواجه مع المتهم، وان شاء الله باذن الله ينال جزاؤه.